يا هلا والله ومسهلا. أبى أقول لك كلام إذا عجبك، ولا على قولتهم كبه أنت مزاجك. ما أقول لك أنا الواعظ وأحسن واحد، بس شيء في الخاطر بقوله. انتبه، تفضفض عن مشاكلك اليومية لأمك. لو فيك طواعين الدنيا كلها لا تقول شيء، سوي نفسك أنت كذا إنسان صامت. سولف مع أمك عن قهوة، سولف عن حلا، سولف عن مواعين، عن أي شيء. بس مشاكل لا، ترى الأم تشيل هم من مو بهمها. يعني أنت تكي وتتقهوى وتقول مشاكلك بكل برود وتروح، وهي شغالة تفكر فيك. الله ييسر أمره والله يوفقه، قايمة قاعدة تفكر فيك وأنت مسفهل عايشين حياتك وهي مشتقة. ترى الأم ما لها حيلة، يعني ما بيدها شيء. يعني يوم انك تسولف عن مديرك في العمل انه مستقعد لك مثلا، هذه سالفه تضيق الصدر. امك شو يدها يعني؟ ما تقدر تسوي شيء. ليش تقول هذا السالفه المخيسه يعني؟ بس ابى اقول لك حركه تسويها الامهات واغلبنا صارت لهم، دليل ان الام تشتق وتشيل هم. لو الام تسمع صوت اسعاف او مطافي على طول تدق عليك، وينك فيه؟ يعني شوف ربطت ان اكيد ولدي جاه شيء. مو انت لحالك، على اخوانك كلهم. يعني تفكر في عيالها حتى وانتم برا، شايله هم، بس انت ما تدري، ما هي بقايت لك هي. بينما ابوك عادي، ابوك قل له اللي بخاطرك كله عادي، الابو ما عنده مشكله. لكن الام يضيق صدرها. فاعط امك السوالف الزينه، سولف عن اي شيء، بس اي مشاكل لا تقولها لها مره. هذا مني لك انت وانت ومزاجك.